طب انا هسألك سؤال بقى. طب التركيبه دي كده، انت فاهمني ازاي؟ طبعا عشان انا اكيد فاهم ان الاستاذ محمد بيعمل معاك حاجات تانية. امم تمام. بس هو انت رينج الصرف بتاعك في الشهر ده في حدود كام؟ انت فاهمني ازاي؟ وبقى انت بتاخد منه كواليتي عاليه بس باتنين، اللي هو مثلا السينيور وحد يساعده. انا بصرف شهريا. امم. دلوقتي الصرف قل معايا شويه، انا بصرف مثلا 400 الف او 500 الف شهريا. تمام. اه. لكن انت في فاهمني؟ العادي مثلا ممكن 600 او 700. انا في الموسم اللي فات كنت بصرف بال2 مليون في الشهر. تمام، 2 مليون في الشهر، بس ده في اه. الموسم. يعني مثلا ممكن نقول على السنه انت بتصرفك مثلا في حدود شهرين 700 800 امم بس متوسط. في الشركه لما بتجيب حد تعينه مالكش دعوه مم. بقصه الصرف. الصرف دي بتتعامل بيها في حته ان انت بتجيب حد من بره ميديا باينج يقول لك انا هاخد كذا بالصرف. فاهمني؟ بس لا هنا لا، مش قصدي كده. اه. لا مش قصدي كده. هو بص اقول لك على حاجه. هي الفكره فرق، انت طبعا اصلا انت كنت ماضي بار وفاهم. بص، هو فكره الصرف بتفرق في ايه؟ انت فاهم ازاي؟ في المتابعه. انت بتستهلك منه وقت قد ايه؟ فاهم قصدي؟ هي بص، فكرة الصرف يعني مش بالظبط كده، على قد ما هو انت بنقعد مع بعضينا، احنا مم. محتاجين الارقام الفلانية تحصل، محتاجين سعر مم. الاوردر ما يعديش كذا، محتاجين مم. كذا. فاهمني؟ مم. وعلى مم. الاساس ده بنبدأ نشتغل. فاهمني؟ هو مش صرف وخلاص اصل برضه. فاهمني؟ اه طبعا اكيد، طبعا اكيد، اه. يعني انا مثلا ممكن اقلل صرفي من 700 الف ل 300 الف، وابقى صرف ال مم. 300 الف بالنسبة لي احسن. اه فاهمني؟ طبعا، على حسب البروفيت بتاعك، اه طبعا. فاهمني؟ فاحنا ده لازم انا لازم شفت معين. مصايب. انا اه. انا شفت اصلا مهازل من السكيلينج في البادجت ديت. انا عاوز اقول لك على ب- حاجه. احنا مره اصلا، ودي غلطه انا اتعلمتها بالدم يعني. الكلام ده كان من سنه كام سنه. انا كنت بسكيل بالبادجت. المشكله في ايه بقى؟ بص، هو ولذلك انا عجبتني كلمه انت قلتها. هو رقم الرؤاس ده رقم خادع بالظبط. جدا. رقم ملوش تمام. لازمه والله. بالظبط، هو فعلا رقم. انا اتعلمت ده بس بالصعب بقى. انت عارف اخطاء الكلام ده بس حصل من 4 5 سنين. انا كنت عمال اسكيل بالبادجت واسكيل بالكرييتيف. انت فاهم ازاي؟ والرؤاس عمال حلو، انا لسه بعيد عن التارجت والقصه دي. جينا بنحسب في اخر مثلا كوارتر، شهرين ثلاثه، ده يا دوب الراجل عامل بروفيت. مهم. ليه بقى؟ تمام. ولا انفنتوري مظبوطه. تمام. ولا سيستم القصه مظبوط. كان بتاع عطور. انت فاهمني ازاي؟ مم. ولا الارقام تمام على الداشبورد حلوه. تمام. بس بقى نسب المسترجعات ومش عارف ايه وعكايه كبيره، انما في الاخر انت كسبت كام؟ مم. لا، كلام فاضي. بالظبط. الراجل كان لما كان بيصرف مثلا 100 ولا 200 الف جنيه في الشهر، كان بيكسب مم. اربع خمس اضعاف السكيلينج. حصل حصلت معانا برضه قبل كده من 3 سنين. اربع خمس اضعاف. طب هو مش جاهز للسكيل. انا بقى فهمت هنا ان السكيلينج مش ارقام على الداشبورد. سكيلينج هو سيستم كامل للبيزنس بيشيل سكيلينج. بالظبط. انفنتوري بقى وتصنيع وقصة. انا في اوقات كنت مثلا بتاع ده، لقينا نفسنا بنحرق كاش مم. بال2 مليون في الشهر. تمام. مم. يا جماعه لا، مش هينفع كده، احنا ماشيين غلط، وبنكسب مم. مكاسب مش كبيره. فاهمني؟ بالظبط. مم. بقينا مع الوقت عملنا استراتيجية معينة، بقينا نصرف 500 ألف وبنكسب نفس المكاسب اللي بنكسبها من ال2 مليون. بالظبط. طب انا اقول لك على فاهمني؟ حاجة. اه. انا مرة دخلت على دكتور. شو امم بس القصة دي. انا مرة دخلت على دكتور. هو بيصرف نص مليون جنيه في الشهر. تمام. امم انا دخلت طبعا لقيت. بص بقى يعني بص يا استاذ احمد. مزبلة حرفيا، اللي هو انت داخل مزبلة. بص يعني بقى سيلز يقرفوا. ومودريتور مفيش ولا رقابه ولا كي بي اي لاي حد. وانت طبعا عارف السيلز فانل اللي هي بره الويب سايت صعبه. امم اه. لان فيها بقى داخل فيها تدريب الناس والامانه، ولازم تقرا ارقام الكي بي اي بتاعت كل واحد والقصه دي. الراجل حلو. كان بيصرف 600 الف جنيه. كان دكتور جلديه. تمام. امم الراجل بقى بيطلع له ارباح كام؟ كام؟ 200 الف جنيه. اوف. اقسم بالله العظيم ثلاثه بيصرف 600 الف جنيه. تمام. عشان يجي له ارباح 200 الف جنيه.
اول قرار خدناه وايه بقى؟ ودي كانت حاجه، كانت خناقه. امم. اللي هو انت ما عندكش سيستم يستحمل ده، ما عندكش سيستم يستحمل ده. تمام. حصل. الفكره كلها ان الراجل ارباحه زادت، بقت نص مليون جنيه في الشهر. ليه؟ امم. الراجل، تمام، بيصرف 600 الف جنيه، تمام، بيجي له 200 الف جنيه بروفيت. امم. كان القرار الوحيد بس في القصه دي، قلل الصرف، قلل لنا النص ل 300 الف جنيه في الشهر. بقى ال 300 الف بيجيبوا نفس ال 200. ما هو حلو. بص، ما عندكش سيستم مودريشن ولا سيلز يشيل كم الارقام دي. كان الراجل بيجيله في الشهر ب 50,000 رساله. امم. بلح، انت بس بتجيب رسائل دي كده اعداد، مفيش تقفيل اصلا. تمام. الراجل ليه كسب نص مليون؟ ال 300 الف جنيه اللي اتوفروا في الاعلانات انضافوا للبروفيت بتاعه، هو ما زودش بروفيت. وال بالظبط. 300 الف بقوا بيجيبوا نفس ال 200 الف. فالراجل اصلا مكاسبه اتضاعفت مرتين ونص، بسبب بس ان انت بقيت على نفس البروفيت وقللت البادجت. هي خلي بالك جزء، اللي بيهدر الميزانيات زي كده، وجود ان ما يكونش فيه سيستم واضح، مش مم. عارف مين رايح فين ومين جاي منين. تمام. وان انت ما تخنقش الحمله بتاعت الفيسبوك. ايه، يكون حد ميديا باينج بقى سايب الفريكونسي يوصل لاربعه وخمسه، فاهمني، والحمله تلف على بعضها وتوصل لنفس الجمهور، ما يعرفش يوصل لجمهور جديد، فاهمني، ما يعرفش يعمل بص انا هقول لك اوديت على حاجه للاكونت كويس. بص انا هقول لك على حاجه بصراحه، هقول لك على حاجه بصراحه، والحق اه. يقال. انت اه. فاهمني ازاي؟ بص، انا جيت مش مسكت مكان ماركتنج ايجنسي. بص، انا ما بحبش اعيب في حد خالص يعني، او قصدي بحب اقول كلمه الحق. مع ان احنا نفس الشغل، بصراحه كان شغلهم كويس. امم. بس عارف ايه عيبها؟ اه. دي بتاعت ميديا باينج فقط، ما مش فيش اي برفورمانس. بيزنس وايز في الموضوع. امم. انا ارقامي ايه؟ والله يا جماعه، كان انا بجيب سعر رساله ممتاز، كواليتي رساله ممتاز. يعني هم كانوا الكل اللي بيقيسوه ايه؟ الميديا باير مثلا كل يوم عامل مثلا كام تليفون على الداتا. امم. مش في داتا واتساب وداتا مسجات وداتا ليد، يوم حلو. عامل عليهم تليفونات. اه يا فندم، امم. ده الناس فعلا عندها نيد وهي الفئه المستهدفه والقصه دي. انا كده تممت شغلي. حلو. انا بجيب لك حجم داتا كبير، امم. داتا مستهدفه. تمام. لا، الفريكونسي كانت مظبوطه، الحاجه كانت مظبوطه، الراجل الاستراكشر بتاع الكونتنت بتاعه كويس. بس هو امم. مش باصص لها للبيزنس من جوه. بالظبط. انا عملت شغلتي انت فاهم الفكره؟ امم. فدي خلي بالك، هي حتى برضو يعني ايه، مش كويسه في الميديا بايرز ان انت بتتكلم فيها بس انا شغلتي دي. اه طبعا. ما ده الميديا باير عادي مش برفورمانس، ده ما بيبصش على الدواخل بتاعت البيزنس. يعني على سبيل بالظبط. المثال، اوقات كتير احتكيت مع الناس، بصوا يا جماعه، احنا عندنا مشكله بره موضوع الاعلانات، عندنا مشكله جوه البيزنس، واحد اتنين تلاته، بالظبط. هتحلوها ولا مش هتحلوها؟ هتحلوها بالظبط. هكمل معاكم، مش هتحلوها يبقى كل اللي نعملوه ده عبث. اقول لك بقى يا باشا، تمام، ده اللي خلاني اصلا ادور على سيستمز. انت فاهم ازاي؟ انا مثلا جاي لدكتور، تمام، الدكتور بس ب 300,000 جنيه في الشهر. امم. تمام، شغال على ايه يا باشا؟ على شيتة اكسل. طب هو حد بيقرا شيتة الاكسل دي؟ شيتة الاكسل كل دورها في الحياة، تمام، ان امم. المودريتور بيجيب الرقم يحطه على شيتة الاكسل. اقسم بالله، وعنده ثلاثة سيلز، ما تعرف مين السيلز كلم مين، ولا الكي بي اي بتاعته، ولا وكلهم. يعني مع ان المفروض السيلز ياخدوا كوميشنز مثلا، امم. تمام، مفيش حد، كله بياخد مرتبات شبه بعضه. تمام، والدنيا مظلوميه. الراجل شغال ايه بقى؟ بكوت الدفع. تمام، اللي هو يعني ده لو انت ما اشتغلتش خالص، انت بتصرف لك 300,000 بيجي لك مثلا 20 25,000 رساله. يا عم، ده انت لو ما اشتغلتش خالص وانت رافع ايدك، هتقفل لك مثلا منهم 200 حاله. امم. اللي هو يعني الناس عندها النت دلوقتي، وانت بالصدفه عشان انت بتصرف كتير ظهرت لهم فلنكت معاهم، فجولك المركز، وهو ده اللي شغال عليه. بالظبط، حرق كاش على الفاضي والله. فرق كاش أص... على الفاضي. مم. بجد انا شفت مهازل في القصه دي. فيسبوك بجد يعني كل فلوس، كل مليارات على قفا فيسبوك ناس كتير قوي ابن والله. لذينه، انت بص، اه. فيسبوك هتسيبه هياكلك، فاهمني.
ما كنتش ده حقيقي. تخنق الحملات وتخلي بالك، ما الموضوع هيكون صعب، فاهمني؟ ده حقيقي. لا لازم حد يتابع كويس ويعمل اوديت للاكونت، يبقى متابع فيه والدنيا دي، ويشوف ارقام وتترافع الارقام. احنا عندنا اصلا، يعني احنا عندنا مثلا الحاجات اللي احنا شغالين عليها، مم. لو جينا الدرايف احنا بنسحب كل الارقام بتاعت الاعلانات، وبنسحب مم. كل الارقام بتاعت الايزي اوردر، وبنسحب كل الارقام مم. اللي عند السيلز، فاهمني؟ مم. ونلنكها مع بعضيها عشان نبقى عارفين وندي الكوميشنات ازاي. يعني عندنا مثلا اد تراكنج مثلا، ده عندنا في الشغل، مم. فاهمني؟ انا بسحب عندك ايه الحمله، معلش تاني؟ اد مم. تراكنج اهو، تمام. انا ده مم. سيستم عندي عامله عندي في الشغل، تمام. التاريخ بالحمله، باسمها، بالاد، باسم الاعلان جوه، بالنتائج مم. عامله ازاي، بالجندر، بالايدج، بالبليسمنت، ظهرت في مم. قد ايه، صرفت كام، جابت مم. قد ايه، عمل ريتريتش قد ايه، سي بي ام، كل طب دي ارقام حاجه الاعلانات. عاملها بالاي اي يعني؟ ده السيستم الداخلي بتاعنا، اسمه إيه ده، مم. الشيت الداخلي بتاعنا ده. اه الشيت اوت، اوكي.